السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزتونة في أنواع بلاطات الجبسون بورد. احنا بنقسم الألواح بتاعة الجبسون بورد لفئتين. الفئة الأولانية هي الفئة الاعتيادية اللي احنا بنستخدمها عادة، وفي فئة مخصوص هنتكلم عليها النهاردة كمان. الفئة الاعتيادية اللي هي زي ألواح أو البلاطات الجبسون بورد العادية اللي هي بيبقى لونها أبيض، اللي احنا بنستخدمها عادة في بيوتنا، زي اللي بتبقى موجودة في أي ريسبشن أو في أي أوضة، غير طبعا الحمام والمطبخ اللي هي بتبقى في بيئة عادية خالص، ما فيهاش مية ما فيهاش حرارة. الاستخدام العادي خالص للجبسون بورد، ودي بيبقى طبعا المكون الأساسي بتاعها هو الجبس. النوع التاني من البلاطات اللي احنا بنستخدمها او الالواح اللي احنا بنستخدمها هي البلاطات المقاومه للرطوبه، واللي هي مشهوره جدا ان هي بيبقى لون الورق اللي بيغطي لوح الجبسون بورد بيبقى لونه اخضر. ودي بنستخدمها في الحمامات وبنستخدمها في المطابخ او في اي مكان معرض لرطوبه عاليه. النوع الثالث عندنا هو النوع المقاوم للحريق، واللي هو بيتميز باللون الاحمر، وده بنستخدمه في اي منشأ بيتم توصيفه على انه المنشأ ده فيه درجات حرارة عالية، او المنشأ ده مقاوم للحريق كله على بعضه عموما. ففي الحالة دي بنستخدم اللوح الاحمر. بس طبعا لازم نرجع للتوصيف. لو احنا بنتكلم على توصيف مشاريع ومقايسات، فاحنا بنرجع للمقايسة ونتأكد من النوع اللي مطلوب استخدامه، من حيث ان هو مقاوم للرطوبة او مقاوم للحريق. وعندنا نوع ثالث برضو يحسب على الانواع الستاندر او الانواع العادية، وهو المقاوم للحريق والمقاوم للرطوبة في نفس الوقت. وده بيتميز طبعا باللون الوردي، مش الأحمر بقى المرة دي، بلون وردي. ففي الحالة دي اللوح ده بيبقى مقاوم للرطوبة ومقاوم للحرارة. وطبعا ده بيتم استخدامه في الأماكن اللي هيبقى فيها الفئتين دول أو فيها المشكلتين دول، أماكن فيها حرارة مرتفعة أو معرضة للحريق، وفي نفس الوقت المكان ده فيه رطوبة عالية. ندخل بقى على بند الانواع المميزه. عندنا اول نوع فيهم هو بلاطات الجبسون بورد او الواح الجبسون بورد المقاومه للاشعه السينيه. والنوع ده بيتميز او الغرض منه ان هو بيعمل على تقليل استخدام الواح الرصاص اللي احنا بنستخدمها في العزل الاشعاعي لاي مكان. المكون الرئيسي للنوع ده من البلاطات، طبعا بالاضافه الى الجبس، ان هو بيضاف اليه كبريتات الباريوم. ولكن هو مش بيعمل بس على الموضوع ان هو مقاوم للاشعاع، هو كمان بيبقى عازل للصوت وعازل للحراره بشكل جيد. والنوع ده طبعا بيتم استخدامه في المنشآت وفي مراكز الأشعة اللي بيبقى فيها أي أجهزة أو أي استخدام لمواد قد تكون مشعة. النوع اللي بعده عندنا وهو البلاطات المقاومة للرصاص، ودي طبعا بيتم استخدامها في المنشآت اللي السكيورتي فيها بتبقى عالية أو مطلوب إجراءات أمنية عالية، بنفصل بيها مثلا بارتيشنز عن بعض في مكان في مكاتب، ولكن المكان ده المفروض يكون مؤمن ضد الرصاص، أو زي المنشآت العسكرية. والنوع ده بيتكون من ألياف الجبس. وفي نوع كمان عندنا وهو البلاطات الجبسية العازلة للصوت، ودي بيبقى لونها أبيض، ودي طبعا بيتم استخدامها في أي أماكن مش مطلوب أو عايزين نقلل من الصوت أو الضوضاء اللي بتنتشر من مكان للتاني. بنستخدمها في البارتيشنز بتاعة المكاتب، بنستخدمها في المدارس، في أي جهة ممكن تبقى زحمة أو فيها ناس كتيرة بتتكلم، فبنفصل البارتيشنز عن بعض من خلال بالحوائط اللي بتبقى عازلة للصوت عشان تقلل انتقال الصوت من مكان للتاني. النوع الأخير عندنا وهو ألواح الجبس للاستخدام الخارجي. دي بتتميز طبعا بلونها الأزرق، ولكن برضه هنميز منها ما بين حاجة تانية، لأن احنا عادة في الخارجي بنستخدم السيمنت بورد. لكن هنا برضو في نوع من الالواح الجبسيه اللي هي اساسها جبسي، اللي هو عاده احنا المفروض ما بنستخدمهوش في الاعمال الخارجيه، لان الجبس يعني بيتاثر جامد بالميه وبالشمس وكده. ولكن في نوع معالج بيتم استخدامه في الاستخدامات الخارجيه، وبيتكون من الجبس والالياف الزجاجيه. شكرا كناوف على دعمهم للمحتوى من خلال الداتا اللي هم بيقدموها لنا. الداتا كلها متاخده عن طريق ويب سايت كناوف. شكرا جزيلا ليكم. انا محمد الدرملي، وده الزتونة من شغل جودة.